السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة اللي هي عبارة عن كيش بحشوة اللي كتجي رائعة. والكيش هذا كيجي خفيف ولذيذ بعجينة مقرمشة، واخا غنطيبوها مع الحشوة في نفس الوقت. صراحة هاد الكيش هذا كيجي رائع، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للعجينه غادي نحتاجو فيها 250 غرام دقيق، ما يعادل 2 كيسان عنبه كبار مغربلين، وعندي 2 ملاعق كبار من الزبده النوع الجيد، واحد البيضه، وملعقه صغيره معمرش من السكر حبيبات، وقليل من الملح، ونصف ملعقه صغيره من الخميره ديال الحلويات اي بيكن بودر. بالنسبه للدقيق سبق لي من قبل انني غربلته، نضيف عليه سكر حبيبات وقليل من الملح، وغادي نضيف عليه نصف ملعقه صغيره من الخميره ديال الحلويات، المهم جهد نصف ملعقه مع مرش، و2 ملاعق كبار من الزبده. انا استعملت هنا النوع الجيد، الا ما كانتش متوفره يمكن لكم تستعملوا غير مارغرين صافي. ومن بعد غادي نبدا نرمل الدقيق ديالي بديك الزبده صافي. ومن بعد غادي نجمع العجينه ديالي ببيضه واحده كافيه باش انها تجمع لينا العجينه. في حاله ما تجمعتش لينا العجينه بديك البيضه المهم كيخصها غير شويه، ديك الساعه نضيفوا ليها 2 ملاعق ديال الماء اولا ديال الحليب. وبالنسبه للعجينه ما تندلكوهاش، غير تنجمعوها صافي، غير كنجمعها. ومن بعد كنغطيها بلاستيكه وكنخليها ترتاح تقريبا واحد نصف ساعه. انا هنايا ما خليتهاش مباشره، خدمت بها، المهم خليتها غير واحد 10 دقائق صافي. هنايا غادي نغطيها ببلاستيكه وغادي نخليها واحد 10 دقائق ترتاح. هنايا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي غادي نبدا ندلكها. غادي ندلكها في ورق المطبخ اولا في ما بين 2 بلاستيكات هكا باش ما بقاوش نضيفوا ليها الدقيق، باش العجينه ما تجيناش قاصحه صافي. هنايا من بعد ما دلكتها، المهم دلكتها حتى ولات رقيقه، السمك ديالها يكون رقيق صافي. وهذا هو الاطار اللي غادي نحتاج فاش غادي نخدمها صافي. هنايا من بعد ما وضعت العجينه ديالي في المول شاط ليا واحد شويه ديال العجينه، غادي نشكل منها واحده اخرى صغيره صافي. وهنايا غادي نبدا نثقبها بالفرشيط حتى نثقبها كلها. ومن بعد غادي ندخلها المجمد واحد نصف ساعه. الا عندكم الوقت من الاحسن انكم تدخلوها المجمد نصف ساعه صافي. ومن بعد غادي ندوزو للطريقه باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو هنايا تقريبا واحد 400 غرام من اللدند، وعندي هنايا واحد بصله كبيره مفرومه، وعندي واحد العلبه من الفطر معلب، قليل من بودره الثوم، وقليل من الزعتر، وقليل من الملح، وزنجبيل، والفلفل الاسود، وقليل من الزيت الزيتون. وضعت المقلاة ديالي فوق النار وضعت فيها قليل من الزيت، وغادي نضيف عليهم بصله اللي قطعتها طريفات صغار اللي فرمتها، وغادي نضيف عليها كذلك لدند. بالنسبه للدند انا درت 400 غرام، ولكن دائما الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد الاسره اولا على حسب اللي متواجد عندك. وضفت عليها كذلك الفطر معلب قطعته طريفات صغار، وغنضيف الملح وقليل من الزنجبيل وقليل من الفلفل الاسود وقليل من بودره الثوم الا كانت متوفره. الا ما كانش غادي ديروا الثومه عاديه، غير ديروا فص واحد صافي. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجو في هاد الحشوه هادي. ما كنديروش فيها لا فلفل احمر ولا الخرقوم، فقط غير الزنجبيل والفلفل الاسود والملح وقليل من بودره الثوم صافي. هنايا غادي نبدا نشحر الحشوه ديالي شويه حتى كتبان لينا ديك البصيله بدات كتطلق الماء ديالها، ودائما تكون على نار مهيله باش ما تحتاج اننا نضيفوا ليها الماء، فقط كنطيبوها غير في داك غير في الماء ديالها نيت
صافي هنايا كما قلت لكم راها طلقات الماء ديالها وبدات كطيب غير في ديك المريقه ديالها. هنايا نسمتها بقليل من الزعتر كيعطيها واحد النسمه رائعه. صافي هنايا غادي نبدا نطيب فيها حتى كتبان ليا طابت وشربات هذاك ديك المريقه ديالها. صافي وكنطفي عليها وكنخليها على جنب. وغندوزو باش نوجدو لاباغاي اكيش. المكونات اللي غادي نحتاجو فيها، عندي هنايا قليل من الجبن الاحمر محكوك، وعندي واحد الملعقه كبيره من النشا، وعندي واحد 3 ديال الفرماجات مثلثين اولا مربعين على حساب اللي متوفر. عندي واحد الياغورت طبيعي و3 ديال البيضات. غنجيب واحد جبانيه غادي نوضع فيها البيض، وغادي نضيف عليه واحد القبيصه ديال الملح، وغادي نضيف عليه ملعقه كبيره من النشا. بالنسبه للنشا الضوء ديالو هو انه ما كيخليش الحشوه ديالنا تبقى جاريه، كيخليها مجموعه وعاقده. صافي هنايا غادي نضيف عليه كذلك واحد الياغورت طبيعي، ومن بعد غادي نضيف عليهم 3 ديال الفرماجات مثلثين اولا مربعين، حتى هما كيجيو مزيانين وكيجيو لذاذ. صافي ومن بعد غادي نخلط المكونات ديالي مزيان حتى ينسجموا مع بعضهم. بالنسبه للجبن الاحمر محكوك هو ما غاديش نخلطه مع الباغاي اكيش، هو غادي نخليوه غادي نديروه على الحشوه ديالنا من بعد. بالنسبه لهاد الكيشه البنات كنصحكم انكم تجربوه، راه كيجي لذيذ وكيجي رائع، ولا جربتوه اكيد ما غاديش تستغناو عليه، راه كيجي صراحه غزال. صافي هنايا وجدت الباغايه كيش ديالي غادي نخليها على جنب، وغنجيب العجينه ديالي من بعد ما خرجتها من المجمد. تقريبا خليتهم في المجمد واحد نصف ساعه، وغادي نوضع الحشوه ديالي فوق من العجينه، وغادي نحاول انني نوزعها بشكل متساوي على العجينه ديالي كلها. في هذه الاثناء انا شاعله الفران يسخن على درجه الحراره 180 وشعلاه من الفوق ومن التحت. صافي هنايا من بعد ما وزعت الحشوه كلها على العجينه، ودابا غادي نبدا ندير عليها من الفوق الجبن الاحمر هكا. غادي نوزعوا عليها كله من الفوق غير النص، والنص الاخر غادي نخليه تنديروا ليها من الفوق. هنايا من بعد ما درت عليها الفرماج من الفوق غادي ندير عليها كذلك الباغاي اكيش، غادي نوزعها عليها بالملعقه كما كتشوفوا. صافي ومن بعد غادي نعاود ندير عليها الفرماج من الفوق هكا. داك الفرماج كيعطي هذاك اللون المذهب، ملي كطيب كتاخذ واحد اللون، كتكون محمره وكتاخذ واحد اللون غزال. صافي هنايا غادي نحاول اني نقادها، وغادي ندير عليها الجبن من الفوق، وغادي ندخلها للفران مباشره. صافي هنايا من بعد ما كملت غادي نعاود نوضع عليها من الفوق الجبن من الفوق. صافي وغادي ندخلها مباشره للفران، وان شاء الله غادي نتلاقاو من بعد باش نشوفوا التقديم ديالها ونشوفوا كيفاش كتجي. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما طابت، من بعد ما خرجناها من الفران. صافي راها كما شفتوا راها حمراء وطيبه، وراه كتجي غزاله وكتجي رائعه. غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. صراحه راه كتجي لذيذه وكتجي غزاله، نتمنى انكم تجربوها. وكما ديما الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم، وكذلك من لي لايك ديالكم لدعم القناه، ولا كنتو اول مره تزوروا القناه ديالي فعلوا الجرس باش دائما تواصلوا بالجديد. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، وشكرا لكم على المتابعه.